ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعملوا فولو على الانستا. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ طبعا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، عندي قلة شغف مش طبيعية، وطبعا حبيت ان اعمل لوك قراية الفاتحة بتاعتي عشان اشارككم باللوك بتاعي، عشان لو في بنت حبت ان هي تعمل اللوك بتاعها في قراية فاتحتها تعمل اللوك ده رقيق وحلو جدا، وكان شكله تحفة يا جماعة. عقبال كل البنات ان شاء الله. بس كده حطيت مرطب ستيف قبل ما ابدا، تمام. وطبعا لسه صاحيه من النوم، شايفين عيني منفخه ازاي وشي منفخ، ما تاخدوش في بالكم يعني. خدت فاونديشن ويت ان وايلد وفاونديشن كاتريز، وحطيتهم على بعض، مكستهم كده، وخدت نقطه بسيطه من الكونسيلر بتاع مايت سينما عشان يعلي الكفرج شويه، لان الكفرج اصلا بتاعتهم عاليه وحلوه جدا، بس انا حابه ان الكفرج تبقى حلوه شويه. المهم طبعا انا بستخدمها بالطريقه بتاعه المد دي، يعني ايه، طبطبه ومد على طول بالفرشه كده، من اول من تحت بناخد من تحت لحد فوق بطريقه خفيفه جدا. ويعني الطريقه دي اسهل طريقه واحلى طريقه تعملوا بيها فاونديشن، وكمان بتبقى الطبقه رقيقه جدا، مش بتحتاج ان انتوا تاخدوا كميه كبيره. زي ما انتوا شايفين هي مش طبقه عاليه قوي، بس انا يعني طبعا بحب ان انا يبقى الطبقه رقيقه جدا على بشرتي عشان ما تبقاش كيكي وتكسر وتعمل. دي مش حاجه لطيفه جدا ان احنا نحط فاونديشن كتير، دي يعني دي تركات الميك اب ارتست. دلوقتي لو انت ما فيكيش في بشرتك عيوب، ما تحطيش في كونسيلر او فاونديشن كتير، حطي حاجات بسيطه جدا، مجرد ان هي بس تعمل لك ايه، تفتيح للوش، بس ان انت بتعملي تفتيح بس، تدي نضاره للوش. حطيت الفاونديشن ودمجته بسبونج و بس كده شلت الزيادات. وكمان اصلا زي ما انتم شايفين يعني عادي، اللي هو ظهرت خدودي عادي جدا كأن ما حطيتش فاونديشن، حطيت حاجه بسيطه جدا، تمام. بس كده اخدت الكونسيلر بتاع كاتريس. الكونسيلر ده تحفه يا جماعه، تحفه، بيدي فلتر تحت العين جميل جدا للسواريه لو انت عايز تستخدميه، والباكج بتاعتك بسيطه. حلو الكونسيلر بتاع كاتريس، يعني ممكن هتلاقوه في 300 وحاجه 400 كده يعني. المهم فانا حطيته بالطريقه اللي تعجبني. هشوف انت حطي بالطريقه اللي تعجبك، حطي بتحت يعني بصوابعك. انا طبعا كنت بعمل اي كلام عشان خاطر يعني ايه اول ما ييجوا بقى وكده، وكنت مستعجله وكده، بس طبعا دلوقتي وانا عامله لكم الفيديو ما كانش قاري فتحتي، انا بعمله لكم يعني في وقت تاني، فاهمين؟ بس يعني عشان اعمله براحتي. بس انا بعد لكم بقى ايه اللوك تاني. بصوا حاطه خيط عشان الخاتم ده واسع عليا، عشان لو خدتوا بالكم يعني ما تقولوش ده ايه، بس فعشان كده كنت بشاور لكم. المهم خدت درجه بلاشر، مش بلاشر، درجه روج، وحطيتها والله العظيم ولا بيقول اي حاجه. والروج بيبقى حلو جدا يعني في الوش، ولا بيقول اي حاجه، يعني مش لازم بلاشر كريم يا جماعه. حطوا روج من عندكم وثبتوا ببلاشر باودر، بس كده يعني سهله. متعقدوش على نفسكم. انا ما حطيتش، عايزه اقول لكم بس انا ما حطيتش كونتور عشان ما تبقاش ملامحي حاده، تمام. انا حطيت حاجات بسيطه عشان وشي يبقى رقيق كده. استخدمت باودر ان وخدت الميكسات اللي انا بعملها دايما، اللي هي الميكس، مش عارفه لوز باودر على ايه ولوز باودر ايه ولوز باودر ايه كده يعني، تمام. حطيت اول حاجه تحت العين. طبعا بنفض الباقي على ايديا عشان ما كتلش تحت عينيا ويبقى فيه خطوط كتير او كده، تمام. زي ما انتم شايفين كده بثبت وشي كله بالسبونج. طبعا قبل قرايه الفاتحه تبقي عامله شيفنج، بس ما تروحيش للكوافير. عايزه تروحي للكوافير يا حبيبتي روحي قبلها بيومين 3، بس ما تروحيش قبلها بيومين 3، لا طبعا روحي قبلها ب4 ايام مثلا، عشان لو في اي قشور اتشالت، اي حاجه، اي تعوير، اي كلام يعني، اي التهابات في وشك، تروح تحطي مرطبات وتروح. فما تروحيش قبلها بيوم وتبوظي الدنيا، انت كده بتبوظي الدنيا، فاهمين؟ بس واعملي الشيفنج. طبعا بنات معظمهم دلوقتي بيعملوا الشيفنج. بصوا كده ثبت باللوس باودر، وبعد كده نفضت الباقي بالفرشة اللي هي الكبيرة دي، فلافي كده كبيرة، زي ما انتم شايفين. بحط ايديا على وشي، مفيش اي حاجة، بس كده، مفيش اي حاجة كريمي يعني.
وخدت الدرجة البني دي مع الدرجة البني دي وهمكسهم كده مع بعض وهنفض في العلبة نفسها على اللون نفسه. تمام، عشان انا هاخد اللي نفضته ده وهحطه هستخدمه تاني. خدت درجة الاي شادو وحطيتها بالشكل ده على الجفن المتحرك، طلعت بيها على فوق شوية على الجفن الثابت بس على خفيف، مش طلعت فوق خالص وبتاع، لا انا عايزة اظهر عينيا تكون شكلها كيوت ورقيقة كده، مش عايزاها تكون يعني فيها حدية، عايزاها تكون عميقة كده ورقيقة، فاهمين؟ خدت لون اسود من البالت وحطيته في طرف العين بنفس الفرشة يا جماعة، ما متغيروش الفرشة، بنفس الفرشة. انت لو جبتي فرشة من 15 ولا 20 جنيه وعملتي بيها لوك زي ده عادي جدا عادي جدا. انا طبعا عندي فرش كتير وبستخدم فرش دايما كتير، بس انا حبيت ان انا استخدم في اللوك ده فرشة واحدة. وكمان انا استخدمت برضو لما كنت في قراية فتحتي استخدمت الفرشة دي، بس قلت عشان يعني كنت مستعجلة وما خدتش فرش كتير والحاجات دي، طبعا في الوقت ده ان احنا بنبقى مستعجلين متوترين وبتاع فكده يعني. خدت بقى درجة شمر كده على لون ذهبي شوية كده خفيف، تمام، مش ذهبي نحاسي كده يعني متعرفلهاش، بني كده ماشي. خدت درجة جليتر الجراي اللي هي السيلفر ودرجة خضرة، ركزتهم مع بعض عشان يديني لون وشكل كده حلو، ما يبقاش السيلفر بس وما يبقاش الاخضر بس عشان ما يبقاش لون مش حلو او العين ما تحبوش. حبيت ان انا امكسهم مع بعض على خفيف جدا. انا نطرتها وحطيت جليتر اقل من ده كمان، وحطيت كمان عند رموش السفلية بس انا نسيت احطه في الفيديو هنا ماشي. خدت الدرجة اللي انا حطيتها فوق حطيتها تحت عينيا وادتني بص عمق اكتر ازاي، وسحبت طبعا انا كنت سحبة للعين باللون الاسود والبني مع بعض، مديهم سحبة كده في الاخر مدياني شكلها حلو. هاخد بقى الدرجة اللي هي الفاتحة دي في البالت بتاعة الاي شادو وهنضف تحت العين. يا جماعة البالت دي حلوة جدا جدا للعروسة او خطوبة او سواريه او اي حاجة، حلوة جدا. دي على فكرة الفرشة يعني البالت دي قديمة عندي، انا عندي كذا بالت بس استخدمت البالت دي وبالت تانية برضو يعني كانت بالت تكنيك بقى تقريبا تكنيك استخدمتها وكانت حلوة جدا مدياني شكل حلو. كنت مستخدمة مش فاكرة كنت مستخدمة منها لون كان لون نوت كده يعني. خدت لون اسود وحطيت برضو عند خط الرموش على خفيف جدا. بس طبعا يا جماعة انا هنا في الفيديو بسهل عليكم الدنيا، فانا في حاجات استخدمتها يعني تانية غير كده، بس انا يعني بحاول اقضي بالحاجة اللي معايا عشان انا مكسلة الصراحة اقوم اجيبها. يعني انا استخدمت مثلا عند مدمع العين عملت بوزة صغنطوطة كده، بس انا هستخدمها لكم بالاي شادو هتبقى حلوة وتحفة. بس اخدت البلاشر واخدت الهايلايتر من باليت اللي هي بتاعت مايت سينما دي، حلوة جدا يا جماعة. الباليت دي اصلا غليت دلوقتي، ممكن متلقوش منها. انا كنت حاطه ايسنس بقى لاش برنسس بس الصراحه مرضتش احط في الفيديو لان انا كده هقوم اغسل وشي على طول، فاهمين؟ انا بس حطيت بقى رموش. انا عايزه اقول لكم ان لاش برنسس دي خلتني كاني حاطه رموش. جارتنا شافتني قالت لي انت حاطه رموش، انا مش حاطه رموش، ما كنتش حاطه رموش خالص. يعني هي الماسكار دي حلوه جدا وانا كمان رموشي ما شاء الله حلوه يعني الحمد لله يعني، فبتخليني كأني حاطه رموش. بصوا يا جماعه خدت الماسكارا دي مش فاكره كانت من كارلا روز، مش فاكره كانت من ايه بالظبط. سنو برايت كانت من سنو برايت وحلوه جدا يا جماعه. انا طبعا يعني دي حلوه، وكمان بريتي وومن الخضره دي حلوه مش وحشه، بس انا حبيت ان استخدم سنو برايت معاكم ومشط بيها رموشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وخليهم متفرقين عن بعض تمام، ما تخلوهمش ملزقين في بعض هيبقى شكلهم مش حلو ومش لطيف. لازم تخلوهم ان هم متفرقين عن بعض عشان تظهرلك اللوك وتخليكي كأنك رموشك دي طبيعية او انت كأنك حاطه رموش وانت مش حاطه رموش. بس كده. في ناس بتحب تعمل العين بتاعتها دمية كده، يعني اللي هي بتبقى بتجيب زي ملقاط وبتدمج الرموش في بعضها كده وبتلزقهم في بعض بيبقى شكلهم حلو برضه.
بس انا يعني بحب الرموش الطبيعية احلى. زي ما انتوا شايفين كده انا محطتش كونتور ولا اي حاجه، كنت عايزه اللوك يطلع رقيق، ولا حطيت رموش ولا حطيت لينسز ولا حطيت كونتور. اكونتر بقى شفايفي كده على خفيف جدا، بس انا مكنتش تقريبا مكنتره وقتها لان انا كنت عايزه اظهر سيمبل. حطيت يدوبك الروج يعني روج كده على خفيف جدا، ودمجته بصبعي كمان، محطتش روج بكميه كبيره، لا انا حطيت نقطه كده ودمجتها بصبعي وحطيت عليها الجلوس بس كده، كان شكلها حلو جدا. ده اللي هو كعب الغزال ده يا جماعه، حلو جدا، هاتوه وثابت وعامل زي التنت بالظبط، هو تنت اصلا يعتبر، وتحفة يا جماعة. كنت جايباه ب15. جربوه، ده اصلا للكعب وللايد وتحميل الايد والكعب والكلام ده. بس في عيب ان هو بس ما يعني بيلطع كده، بس ليه حل يعني، هبقول لكم عليه في فيديو. اخدت درجة بني كده وحطيتها عند مدمع العين زي ما انا قلت لكم، انا استبدلت الايلاينر بالاي شادو بدل ما اقوم لسه هجيب، وحطيت هايلايتر عند مدمع العين، وبحط جلوس كده على لون بينك. طبعا الجلوس ده انا حطاله روج بينك ولا روج بينك كده، تمام. عشان يبقى لونه بينك بس كده. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامة.